السؤال اللي بعده. يا شيخ نذر بالله لو كل الفنانين زيك كان الدنيا بخير. ضيعونا بالافكار المزيفه. خليني اشرح لك شغله. انا جالسه اعاني انا جالسه اعاني من شغله مهمه جدا، ان فعلا الان المشاهير، مش فكره الفنانين، جالسين يقدمون، المشاهير بشكل عام جالسين يقدمون محتوى مئذي للناس. شلون؟ بحياه شويه فانتازيا، يعني حياه خياليه. ليش؟ لان البنت جالسه تتابع مشاهير، فنانات وفاشينيستات وما اعرف وشو، بلوجرز، كلهم عايشين حياه اللي هي الصبح شوبينج. تبغى البنت تروح الصبح شوبينج، والظهر شوبينج، والعصر كوفي شوب، والظهر بتروح مطعم 5 ستارز، وبتروح في الليل لمطعم مختلف، وبتروح الافترنون تي لمكان مختلف، وبتروح مع صاحباتها. اليوم كله متوزع في الشارع. مفهوم البنت هذه الصغيرة صار ان البنت لازم يكون يومها زي يوم هذه الفاشينيستا، ولازم يكون يومها زي يوم هذه المشهورة. هو عبارة عن لفلفة في الشوارع، اخذ صور، تصوير سنابات بالمطاعم، في الكافيات، وفي الشوبينج. ساعه هنا، من هنا تاخذ شنطه، من هنا تاخذ ساعه، من هنا تاخذ قميص، من هنا تاخذ تنوره، من هنا تاخذ بنطلون، من هنا تاخذ ما اعرف وشو. فصار البنت هذه تفكيرها، صارت حياتها تبيها كذا، حياه تافهه فعلا. تخيل ان المشاهير جالسين هذيل 80% يتاثرون فيهم وفي حياتهم، وجالسين يتضررون من افكارهم، من التصنع اللي هم عايشينه. والناس مو عارفين ان هذيل المشاهير المحتوى اللي قاعدين يقدمونه مش محتوى حقيقي. انا بما اني انا من الوسط، انا اقول لكم واكد لكم، سياراتهم ايجار، مجوهراتهم كلها ايجار، حياتهم اعلانات، ممكن علشان اعلان ب 5000 درهم ممكن يقاتلون بعض. اكيد في منهم عدد بسيط كلاس محترم، انا ما ادري، انا ما اعرفهم كلهم، بس انا اعرف الاخبار الحقيقيه اللي تدور في هذا المجتمع. فلا تصدقون هذا الكلام، ولا تصدقون ان الحريم صارت تبي زوجها يكون نفس زوج الفاشينيستا الفلانيه اللي 24 ساعه يدلعها، وانت، او زوج الفنانه الفلانيه، انت حبيبتي وانت ما اعرف وشو. كلها كذب. اللي عنده زوجه يحبها ما راح يطلعها في الكاميرات وفي السوشيال ميديا 24 ساعه ويسوق عليها تجيب له فلوس. هذا مو، ما حد، هذا ما يحب زوجته، هذا قاعد يستخدمها زي الاي تي ام، الكاش ماشين، قاعد تدخل له فلوس، وهو يشارك كومبارس معاها بالفكره عشان يلم فلوس معاها. اللي عنده زوجه يحبها يكرمها ويدلعها ويخليها انسانه راقيه ويجيب لها الفلوس لين عندها، حتى لو راح يشتغل يلم زباله من الشارع، ما راح يخلي زوجته تلفلف على المحلات تصور لهذا وتسوي لهذا وتعلن لهذا وتبوس يد هذا عشان يعطيها اعلان. الرجال. فلا تتوقعون هذول اللي يطلعون مع ازواجهم حياتهم حقيقيه، هذا كله تمثيل علشان السوشيال ميديا. والمراه اللي تحب زوجها حقيقه وتحبه وعايشه معاه حياه سعيده، صدقوني زي ما قلت لكم قبل، ما راح تطلع حياتها وسعادتها للناس، ما راح توري الناس سعادتها، راح تحتفظ في هذه السعاده لنفسها وتتمتع فيها هي مو مجبوره اذا كانت سعادتها حقيقيه تشارك فيها الناس، الا لو كذب. عمر الشيء اذا كان حقيقي ما تعرضه انت للناس. تعرفون هالشيء ولا لا؟ يعني يقولون كل يبحث نواقصه. الشخص اللي يدعي كثير حاجه يكررها انا سعيد وانا مبسوط وكذا، اعرف انه هو يطلب شيء هو ما يتمتع فيه. الشخص اللي يقول انا سعيده مع زوجي وزوجي وحبيبي، وهم مع ازواجهم يلتقون بس يتواعدون على الكاميرات انه تعال حبيبي انت قول لي انا احبك وانا اقول لك انا احبك، علشان يمشي شغلنا، عشان السوشيال ميديا الان الطالب المشاهير في انه يكونون كابلز، انه يكونون ثنائيات، يا زوج وزوجته، يا حبيب وحبيبته، يعني على اساس زي الاجانب. فمجبورين الان اللي ينتمون للسوشيال ميديا ويسوون اعلانات وعايشين على الاعلانات، مجبورين ان هم يسوون علاقات ثنائيه كزواج وكذا، ويقدمون شيء كله كذب وتمثيل عليكم، فلا تصدقون.